اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هنعمل معاكم تفريز الطماطم بدون أي حاجة، يعني ولا بتسبكي لها بقى ولا بتحطي لها توم ولا بتحطي لها بصل ولا الافتكاسات اللي احنا بقينا بنشوفها دي. أول حاجة معايا كمية من الطماطم، أي كمية انت عايزة تعمليها اعمليها بنفس الطريقة. هحطها على النار، أنا غسلتها بس بدون أي إضافات، بدون مية، بدون أي حاجة، هي نزلت كل المية اللي فيها زي ما انتوا شايفين، لحد ما تستوي معاكي بالطريقة دي. وهطفي عليها كده، انا طفيت عليها وهسيبها بقى ايه تهدى شوية. تمام. بعد ما هديت شوية من السخونية هبتدي ان انا اجيب الخلاط بتاعي واحط فيه الطماطم وهضربها. ولازم تصفي الطماطم بتاعتك عشان تبقى مفيهاش اي التفل بتاع الطماطم ولا البذر ولا الكلام ده. الطريقة دي تقعد معاكي سنين، يعني ممكن تقعد معاكي سنة، ممكن تقعد معاكي سنتين، يعني تقعد معاكي ما يجرالهاش اي حاجة ولا تبوظ ولا اي حاجة. هبتدي ان انا بقى اجيب طبق واجيب مصفى زي دي، او انت عايزة اي مصفى عندك يعني، وهبتدي ان انا اصفي الطماطم وهعمل كل الكمية بالطريقة دي. انا مش ضايفه لها اي حاجة زي ما انتوا شايفين. انا بقى بتخلص من التفل والحاجات دي. اهي دي الكمية كلها انا ضربتها وصفيتها. معايا بقى اكياس تلاجة، هبتدي ان انا احط في كل كيس على قد الكمية اللي انا هحتاجها. انت عايزة كمية كبيرة حطي، عايزة كمية قليلة حطي، بس دي بالنسبة لي كمية مناسبة. هعبيها بقى كلها في الاكياس زي ما انت شايفة كده، وبعدين هسيبها شوية لحد ما تبرد وهشيلها في الفريزر. الطريقة دي تقعد معاكي زي ما تقعد، ما يجرالهاش اي حاجة زي ما انا ما قلت لكم. بتطلعيها بقى بتستخدميها على طول. ودي الكمية طلعت معايا، دول كانوا حوالي 3 كيلو او 4 كيلو طماطم. عملوا لي الكمية دي، كمية كبيرة ما شاء الله. اتمنى بقى تجربوها وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد.